رجل أعمال يتهم إيهاب توفيق بإنه نصب عليه، وجدل كبير جدا من الناس حوالين الحقيقة. فكان واحد بقى يعني يروح نشك خبر، يروح جايبك الأرض يعني. بس عمرك سمعت عنه حاجة؟ عمره ما طلع عليه حاجة. ولو أنت ما تعرفش في الفيديو ده هقول لك إيه الحكاية بالظبط، وهقول لك كل حاجة من الألف للياء، وإيه الاتهامات اللي إيهاب توفيق اتعرض لها، وإيه ردوده على الاتهامات دي، وكمان ردود شهود العيان عن الواقعة اللي حصلت، الناس اللي كانت موجودة في الواقعة نفسها، وإيه كمان رد رجل الأعمال عليه وعلى شهود العيان، وإيه الطلبات اللي طلبها منه. غير مرة واحدة في حاجة طلعت عنه هي ضايقته جامد. هقول لك كل حاجة في الفيديو ده، بس قبل ما أقول لك اعمل لايك وسبسكرايب وصلي على حبيبك النبي، ويلا بينا. رجل اعمال اتهم ايهاب توفيق ببيع الفيلا بتاعته مرتين، وتعالى معايا كده اوريك المستندات وكلام رجل الاعمال عشان تفهم اللي بيحصل. اول حاجه رجل الاعمال نشر بوست وقال استغاثه، عندنا مشكله مع النجم ايهاب توفيق ومحتاجين دعم منكم، مطلوب مننا ان احنا نوصل المشكله لكل المواقع الاخباريه يمكن نوصل لحل معاه، اعملوا منشن لاي حد تعرفوه، اعملوا شير في كل مكان لو سمحتم، كلها محاولات واكيد الخير من عند ربنا. ملخص المشكله اشترينا فيلا من ايهاب توفيق ومش عارفين نبيعها عشان في مشاكل في الورق، واحنا محتاجين نبيع الفيلا جدا الفتره دي. ايهاب توفيق باع الفيلا مرتين، مره باعها لنا في 2015 ومره باعها لوالده في 2019، وكان معاه فعلا بعض المستندات اللي بتأيد صحه كلامه. اول مستند معانا هو توكيل بيع الفيلا من ايهاب توفيق لرجل الاعمال في سنه 2015. رجل الاعمال استلم الفيلا واكتشف بعد سنه ان الرقم المكتوب في العقد والتوكيل غلط. المستند رقم 2 هو عقد تنازل ايهاب توفيق عن نفس الفيلا لوالده عام 2019. المستند رقم 3 خسر قضيه التزوير اللي رفعها على رجل الاعمال واتحكم عليه بغرامه 30,000 جنيه. المستند رقم 4 هو خسارة قضية الاستئناف التانية اللي إيهاب توفيق عملها والحكم عليه بغرامة 80,000 جنيه بدل 30,000 جنيه. المستند رقم 5 الحكم بتصحيح الرقم في العقود من 28 ل 29. المستند رقم 6 هو شهادة من المحكمة إن مفيش أي قضايا تاني منه ضدنا ومفيش استئناف تاني ضد الحكم. المستند رقم 7 هو بيانات قضية الصحة والنفاذ، ودي آخر مرحلة. لو رجل الأعمال كسب القضية دي هيخلص الموضوع، أي نعم الموضوع هياخد وقت شوية ولكن هيرجع له حق. وده أول طلبه رجل الأعمال من إيهاب توفيق. المطلوب منه ان هو يسحب التنازل عن الفيلا ويسلمه عقد الشراء باسمه من الشركه. الموضوع بسيط جدا. فطلع شاهد عيان وصرح تصريح يوضح بيه الموضوع وشيره ايهاب توفيق على صفحته الرسميه. وتعالوا معانا نشوف الفيديو. كنت بشوف حاجه كده على الفيس، لقيت في تعليقات كده وحاجات غريبه بتتقال على الاستاذ ايهاب توفيق انه نصب على واحد وباع له الهوا يعني بالبلدي. بس طبعا الكلام ده مش مظبوط، وانا بعمل الفيديو ده مخصوص لان انا شاهد عيان واشهد بالكلام اللي هقوله ده قدام الدنيا كلها وفي اي حته، واقول الكلام بدل المره مليون مره. ايهاب توفيق من حوالي 9 سنين او 10 سنين تقريبا كان عنده فيلا في مكان ما يعني، وقال لي انا عايز ابيع الفيلا دي. المهم اشتغلت عليها انا وواحد صاحبي، جاب لنا واحد اسمه الاستاذ محمد مغربي، ورحنا له الشركه واتكلمنا واتفقنا على الديل. ولما رحنا الشركه لقينا الاستاذ محمد مغربي بيتكلم في 500,000 جنيه بيخصمهم من ثمن الفيلا. فطبعا ايهاب توفيق قال له الناس بتنزل 50,000 100,000 مش 500,000. قال له بص يا استاذ ايهاب، احنا هنعمل ديل مع بعض، انا راجل بتاع بيزنس، انا ال 500,000 جنيه دول هدخلهم لك معايا انا هبيع الفيلا، والمكسب اللي هيجي هنقسمه بالنص مقابل ان انت تنزله 500,000 جنيه. فبصراحه بقى عجبني كومنت حد من الناس كده ورايه في الموضوع. استاذ عبد الله بيقول يا ساده القانون لا يعرف بوب ولا توب، قانون وقائع مثبته باوراق ومستندات، وبلاش العواطف الفارغه دي. هو باع بعقد قانوني، ارجع اقول اصل هو قال لي وقلت له، الكلام ده بدون اثبات. ومن الاخر كده الكلام ده ينفع على القهوه مش في القانون. كلام منطقي جدا وما ينفعش لو هنحكم نكون متحيزين بسبب المشاعر. المهم خلص الكلام الاستاذ ايهاب قال له خلاص تمام، واللي جاب التفاصيل وجاب الشهر العقاري وجاب كل حاجه بتاعت الفيلا وكتب العقود كان الاستاذ محمد مغربي. وراح عند الاستاذ ايهاب البيت ووقعوا على العقود ووقع على الشهر العقاري وخلصوا البيعه وكل الكلام ده. وعلى فكره يعني الكلام اللي اتقال ده كلام غلط 1,000,000%. ولو في حد ليه حق ايهاب توفيق هو اللي ليه حق. ايهاب توفيق ليه حق في بيعة الفيلا دي في المكسب 50% نص بالنص زي ما اتفق. والاستاذ محمد للاسف هو اللي ما التزمش مع الراجل بالكلام. شكرا.
طب ايه رد رجل الاعمال عن الفيديو ده؟ قبل ما اوريك رد رجل الاعمال اعمل لايك وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه، وانزل دلوقتي قول لي رايك انت، انا عاوز اسمع ارائكم جدا في الموضوع ده. رجل الاعمال رد وقال: وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. كفايه كده يا نجم. عزيزي الاستاذ ايهاب توفيق، رساله من القلب ونقسم بالله انها من القلب. الصار المرسله رساله بعتها يوم السبت الصبح لصديقك عبد الجيوشي، وده كان شاهد العيان اللي ايهاب توفيق شير الفيديو بتاعه عنده. يا نجم كفايه غرور وكبر، الموضوع عمال يكبر وهيكبر. احنا بالنسبه لنا مفيش مشكله عندنا، احنا مفيش حد يعرفنا، المشكله عندك انت. انا بعت لك مع عبد الجيوشي قبل ما تنزل اي حاجه وقلت له خلينا نقعد ونحل الموضوع ودي، راح عمل لي فيديو ان انا نصاب. وما علينا ولا يهمك حاجه، بنمد ايدينا بالسلام وبنمد ايدينا بالصلح، والمطلوب منك حاجه طبيعيه ومنطقيه، ترجع الحق. احتمال كبير يكون حصل غلط او سوء تفاهم او اي حد وصل لك كلام الله اعلم بنا، التمس لك العذر. الموضوع كله اعتراف بحقنا ومشوار نص ساعه نخلص كل اللي بيحصل ده. لو عاوز نقعد في مكتب اي حد من معارفك مش من معارفي انا موافق، اختار حد وانا موافق. الاستاذ مصطفى كمال نقيب الموسيقيين، والاستاذ احمد ايوب تاجر عربيات صديقك جدا، والاستاذ طارق علام المذيع المعروف، والاستاذ محمود شميس المنتج المعروف. احنا موافقين باي احكام يتم الحكم بها منهم، ونخلص التهريج اللي بيحصل ده. اللي بيحصل ده بدايه ومش نهايه. لو سمحت حكم عقلك وتعالى نتصرف بحكمه. احنا بقالنا 9 سنين وراك في المحاكم، واللي بيتعمل ده بنعمله بعد ان فاض الكيل وطفح. لو سمحت كفايه كده. تقريبا اغلب القنوات عاوزه تسجل، واغلب المواقع عايزه تعمل حوارات فوق ما تتخيل، واحنا عمالين نقول نصبر عليها. ان شاء الله الموضوع هيخلص وبشكل ودي وبتصالح ودي، وكل واحد هياخد حقه. فكر كويس يا نجم، ورقمي معاك ومع كل اصحابك. طيب يا سيدي، قول لي انت بقى رايك في الموضوع ده. انت شايف مين فيهم اللي كذاب؟ اكتب لي تحت في الكومنتات، مستني اشوف تعليقاتكم. واعمل لنا لايك جميل زي كده وسبسكرايب عشان تشوف الفيديوهات اللي جايه عن اخبار الكوره او الفنانين. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.